واو، ما توقعتش بلي التحليه تكون بهذه اللذه هذه كامله، صدمتني الصراحه. دابا عاد عرفت علاش كيحماقوا عليها التحليه في لبنان، مكونات بسيطه ولكن المذاق ديالها ماشي عادي. واو صراحه، يا سلام يا سلام، ما تشبعوش منها. اول حاجه في كاسرونه غادي نعملوا يطرد الحليب، كاس لاروب السكر، كاس السميده، المسكه الحره من بعد ما دقيتها، 3 معالق كبارين د المزهر، بشي فوين نحركوا كلشي مزيان. من بعد ما حركنا المكونات دابا نشعلوا عليهم بوطه ونبقاو كنحركوا حتى يتقل الخليط ديالنا. ضروري تحركوها مزيان باش ما تهبط لكمش ديك السميده لتحت وتلصق لكم في القاع الكاسرونه. واو، واحد النسيمه د المزهر مع المسكه الحره طالعه، يا سلام. كيف ما كتشوفوا الخليط ديالنا بدا كيتقل، كنبقاو نحركوه حتى كيتقل مزيان. هذا هو من بعد ما تقل نحيدوه من فوق بوطه ونخويوه في شي بلاك بهذا الشكل هذا، نيطاليوه مزيان. دابا نخليوه على برا حتى يبرد مزيان حتى ما يبقاش يضرب ويطلع باش نكملوا عليه. في واحد البول غنعملوا كاس ونص د لا كريم فريش، نزيدوا عليهم 2 المعالق كبارين د المزهر وبفويهم نبداو نمونطيو لا كريم ديالنا. وهذه هي لا كريم ديالنا من بعد ما تمونطات، وهذه اللي وجدنا من بعد ما بردت نزيدوا عليها لا كريم من الفوق بهذا الشكل هذا. ايطاليو لا كريم ديالنا مزيان بهذا الشكل هذا. دابا من بعد ما ايطالينا لا كريم ديالنا هكذا كون وجدنا التحليه ديالنا، كيبقى لنا غير الديكوراسيون اللي غنحتاجو فيه. في الديكوراسيون غالبا كيديكوريوها بالبيستاج، ما عنديش بيستاج، عندي اللوز، فتقدروا تستبدلوه باللوز حتى نتوما اذا ما كانش عندكم بيستاج. وبسم الله نزوقوها بهذا الشكل هذا. وهذه هي التحليه ديالنا من بعد ما وجدت، ندخلوها للثلاجه ونخليوها حتى تبرد مزيان، وهكذا كتكون واجده باش نلتهموها طبعا.